بن عبد الله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن متعب، وصاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن ثنيان. توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من مقر إقامته في إسلام أباد يرافقه دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى القصر الرئاسي على عربة تجرها الخيول وفقا لبروتوكول القصر الرئاسي لكبار الشخصيات. وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله القصر الرئاسي فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. وعقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية باكستان اجتماعا نقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين لفخامة الرئيس الباكستاني، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره للملك المفدى. كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الباكستانية في مختلف. وقد أقام فخامة رئيس جمهورية باكستان حفل غداء احتفاء بزيارة سمو ولي العهد، وعزف سلمان الوطنيان السعودي والباكستاني في بداية الحفل. بعد ذلك قام فخامة الرئيس الباكستاني بمنح سمو ولي العهد أعلى وسام مدني في باكستان نيشان باكستان. وألقى سمو ولي العهد كلمة أشار فيها إلى تشرفه بلقاء الرئيس الباكستاني، مقدما شكره لفخامته على تكريمه، مؤكدا سموه أن العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان ترتكز على مبدأ التضامن الإسلامي، وأنها نموذج يحتذى به بل تحتذي به الأمم الأخرى، حيث تعود العلاقات إلى نحو 67 عاما. وأوضح سموه أن المملكة من أوائل الدول التي اعترفت بباكستان فور إعلان استقلالها، مشيرا إلى مشاركة الأخوة الباكستانيون في عملية التنمية الضخمة التي شهدتها المملكة، وخاصة التوسع الضخم في المسجد الحرام والمسجد النبوي. تمنى سمو التوفيق والسداد لرئيس باكستان في خدمة شعبه ووطنه. وكان رئيس باكستان قد ألقى كلمة رحب فيها بسمو ولي العهد، وقال إن باكستان تفتخر بعلاقاتها مع المملكة، وأكد أن للمملكة وقيادتها مكانة خاصة في قلوب الشعب الباكستاني. كما أكد فخامته دعم باكستان لرؤية المملكة 2030، موضحا أنها ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والسياحية، معربا عن تقديره لجهود سمو ولي العهد على الإصلاحات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات. وفي ختام كلمته وجه الرئيس الباكستاني الدعوة لخادم الحرمين الشريفين لزيارة باكستان. كما التقى سمو ولي العهد في مقر إقامته في العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، يرافقه رؤساء الكتل والجمعية وأعضاء المجلس. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وباكستان في مختلف المجالات. وعبر معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني خلال اللقاء عن التقدير لما تحظى به العلاقات السعودية الباكستانية من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين والقيادة الباكستانية، والحرص على مواصلة تطويرها. ونوه معالي باهتمام المملكة بكل ما من شأنه تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات ودعمها الدائم لما يسهم في تطور التعاون الإسلامي. واجتمع سمو ولي العهد في مقر إقامته بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم مع معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجو، يرافقه رئيس الاستخبارات الفريق عاصم منير. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في المجالات الدفاعية وفرص تعزيزه، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة. وكان سمو ولي العهد قد وصل ليلة أمس إلى القصر الرئاسي، حيث أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية
صحب خلالها دولة رئيس وزراء باكستان السيد عمران خان سمو ولي العهد إلى منصة الشرف، حيث عزف السلامان الوطنيان للمملكة والباكستان. بعد ذلك تفقد سمو حرس الشرف، ثم صافح كبار مستقبليه من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الباكستانية، فيما صافح دولته كل من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح آل الشيخ، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد. بعد ذلك قام سمو ولي العهد بزراعة شجرة تذكارية في القصر الرئاسي في باكستان. ثم عقد اجتماع ثنائي بين سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء باكستان، نقل خلاله سمو ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدولته، فيما حمله دولته تحيات وتقديره للملك المفدى. بعد ذلك ترأس سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية عمران خان مساء اليوم المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، وذلك في مقر القصر الرئاسي في إسلام أباد. وتم خلال المجلس استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. بعد ذلك وبحضور سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء باكستان، جرى التوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين، وهي برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة الباكستانية للمواصفات وضبط الجودة، واتفاقية تمويل توفير كميات من الزيت الخام ومنتجات بترولية إلى باكستان بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الباكستانية، ومذكرة تفاهم إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الباكستانية لتمويل مشاريع توليد للطاقة الكهربائية في باكستان، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة باكستان لدراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات في باكستان، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة باكستان في مجال قطاع الثروة المعدنية في باكستان، ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال تطوير مشروعات للطاقة المتجددة في باكستان، واتفاقية تعاون في مجال الرياضة. بعد ذلك شرف سمو ولي العهد مأدبة العشاء التي أقامها دولة رئيس وزراء باكستان احتفاء بسموه، وقدم سمو ولي العهد في كلمة له خلال حفل العشاء الشكر لدولة رئيس وزراء باكستان السيد عمران خان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأكد السمو أن جمهورية باكستان الإسلامية بلد عزيز على خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي، مؤكدا متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعزيزها وتعميقها في المجالات كافة. وقال السمو ولي العهد إن نماء إجمالي الناتج المحلي لباكستان خلال العام الماضي 2018 بنسبة 5% يجعلنا نرى أن باكستان ستكون مزدهرة في المستقبل، ونريد أن نتأكد من أننا سنكون جزء من هذا الازدهار. وأشار السمو إلى أنه تم التوقيع على مذكرات تفاهم بين الجانبين، وأن حجم الاستثمار ب20 بليون دولار أمريكي استثمار كبير للمرحلة الأولى، وسينمو بكل تأكيد كل شهر وكل عام لأرقام أكبر. وفيما يتعلق بالسياحة قال السمو اليوم لدينا 18 مليون سائح، وسنحقق 50 مليون سائح بشكل سريع وسهل في الأعوام القادمة.
ولدينا العديد من التراث والأماكن الجميلة إلى جانب بنية تحتية واستقرار، ولدينا كل شيء بما في ذلك التمويل اللازم للاستثمار في المجال السياحي. أضاف سمو ولي العهد: نحن نؤمن بمنطقتنا ولذلك نحن نستثمر فيها ومتأكدون بأنه سيكون هناك يوما ما منطقة شرق أوسط عظيمة. فيما رحب دولة رئيس وزراء باكستان في كلمة مماثلة بزيارة سمو ولي العهد لبلاده، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة. وأشار دولته إلى مكانة المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا لدى باكستان، واصفا لها بالصديقة الحقيقية التي تقف إلى جانب باكستان في كل الظروف. وقال دولته إنه بعد توليه لمنصبه ومضي 6 أشهر زار المملكة وشرف بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية وباكستان تصعدان بعلاقتهما إلى مستوى لم يعهد في السابق، وهذه العلاقات تسمح بالاستثمار بين البلدين. وقد توجت هذه الليلة بتوقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين. هذا وقد وجه سمو ولي العهد بإنشاء مركز صحي باسم الشهيد فرمان علي خان، وذلك في إقليم خيبر بخنخنواه، الإقليم الذي نشأ وترعرع فيه الشهيد. وقد صدر التوجيه أثناء زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية باكستان الإسلامية، مما يبرز الاهتمام والتقدير الشخصي لسموه الكريم بأسرة فرمان خان، نظير ما قدم من عمل بطولي مشرف، وتأكيدا على ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وإنسانية فريدة على كافة المستويات. كما يعكس التوجيه الكريم امتداد واهتمام سمو ولي العهد بأسرة فرمان بشكل مباشر وأهالي الإقليم بشكل غير مباشر. يشار إلى أن الشهيد فرمان علي خان قد تم منحه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى عرفا لما قام به من عمل بطولي خلال السيول التي اجتاحت مدينة جدة عام 1430 للهجرة بإنقاذ 14 شخصا واستشهاده غرقا، وهو يهم بإنقاذ آخرين. كما تم تسمية أحد شوارع جدة باسمه. التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة اليوم وزير المعلومات الباكستانية السيد فؤاد جادلي، وذلك على هامش رسمية لسمو ولي العهد لجمهورية باكستان الإسلامية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة وباكستان، خاصة المتعلقة بالشأن الثقافي، وبحث آفاق التعاون المشترك والفرص الواعدة بتطويرها وفق عدد من المبادرات الثنائية. التقى وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة في إسلام أباد اليوم وزير الإعلام بجمهورية باكستان الإسلامية فؤاد تشودري، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد الباكستان. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي والسبل الكفيلة للاستفادة من خبرات الجانبين وآليات استثمار وسائل الإعلام في نقل المحتوى لخدمة القضايا المشتركة. كما أن الجانبين السعودي والباكستاني يتمتعان باحترام متبادل وتوافق كامل في القضايا السياسية الإقليمية والدولية. تتميز العلاقات السعودية الباكستانية برؤية متجانسة والتزام بالأمن المشترك، ويعود ذلك إلى متانة العلاقة التي تمتد إلى أكثر من 70 عاما، وتشهد تطورا ملحوظا في كافة أقسامها حتى لقبت بالودية والاستراتيجية، إذ حرصت الرياض على تجذيرها منذ إعلان استقلال الجمهورية الباكستانية الإسلامية، كما لقيت الحرص من إسلام آباد حتى نمت في إطار التزام البلدين باعتدال نهجهما السياسي وانفتاحهما على العالم، والتنسيق بين سياساتهما وتعاونهما في المحافل الدولية على مختلف الصعد. وفي الحيز السياسي لهذه العلاقات التاريخية يمكن رؤية التجانس والتوافق حيال سائر القضايا التي تهم البلدين بفضل الإرادة المشتركة بين القيادتين للعمل على إرساء السلام والتعاون بين شعوب المنطقة والعالم. ومع هذه الزيارة لسمو ولي العهد التي أبدت الحكومة الباكستانية أعلى درجات الاهتمام بها، ستكون هناك العديد من الملفات السياسية حاضرة ضمن أجندتها كالقضية الفلسطينية والملف اليمني والأفغاني، إذ يسعى الحليفان القويان على حلحلة تلك القضايا
وإيجاد المخارج المأمونة والكفيلة بتسويتها بما يضمن الاستقرار والسلم. الاحترام المتبادل والتقدير والوقوف جنبا إلى جنب أمام التحديات التي تواجه أي من البلدين، بالإضافة إلى البلدان العربية والإسلامية، دليل يشير على عمق العلاقة التي تربط البلدين ضمن إطار الأخوة الإسلامية. بدر العازمي، القناة السعودية، إسلام آباد. وللحديث